أهلا وسهلا ومرحبا بكن وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وملفات قضايا جرائم حدثت بإحدى مدن أو قرى المملكة. آمل متابعينا الكرام أن تكونوا بخير وبصحة وسعادة إن شاء الله. القضية ديال اليوم هي واحدة من قضايا الدرك الملكي. القضيه ديال اليوم دارت الاحداث ديالها بالنواحي ديال سيدي سليمان. هاد القضيه هذه او هاد المسطره كنت كنتكلم انا وواحد الصديق وقال لي ودرا عندي واحد العدد ديال المساطر 7 تقريبا ديال المساطر اللي رسلهم لي مع واحد الاخ وشرح لي في واحد التسجيل صوتي في الواتساب. شرحها ليا لانه هو كان واحد من العناصر اللي خدموا في هذه القضيه هذه. حاولت نجمع ما بين الاقوال اللي صرح بها في التسجيل الصوتي حول المسطره اللي تضمنات تقريبا او التسجيل الصوتي ديالو تضمن شي معطيات اللي ما مذكوراش في المسطره، وكاين شي امور اللي في المسطره ما ذكرهاش لي هو. حاولت نجمع ما بين التسجيل الصوتي ديالو وما بين المسطره كمحتوى باش تكون الحلقه غنيه بالمعلومات، تكون القضيه تناقشت من جميع الزوايا ديالها. واحد الولد تقريبا في العمر ديالو ديك 18 عام. هاد الولد هذا انقطع عن الدراسه في واحد السن مبكر. ولد كان حاضر من عائله ناس على قد الحال. السن اللي انقطع فيه هو عن الدراسه ما كانش اختياري، كان اضطراري. الولد كان بحالو بحال جميع الاطفال، بحالو بحال جميع الوليدات، تيمشي تيقرا تيلعب تيمشي هنا تيمشي هنا. وصلت واحد الوقيته الوالدين ديالو ما فهموا والو في هذا الولد. مرض جراو به الطبيب، جراو به هنا الطب النفسي، سير هنا سير هنا سير هنا، ولاو تيمشيو عند بعض الرقات. ولكن الولد الحاله هي الحاله، ما تبدلت حتى شي حاجه. وصلت واحد الوقيته هذاك الشيء اللي فيه، ذاك المرض اللي فيه بقى تيتطور، تيتزاد حده على حده، عدوانيه على عدوانيه، يوم بعد يوم. وصلت واحد الوقيته من حد الولد غادي وتيكبر في السن، هو انقطع في السن تقريبا ديك 12 عام، 6 سنين هو في هذه الحاله هذه. 6 سنين هو تيعانيو معاه الوالدين ديالو. اخر المطاف والديه ولاو تيعطيوه الدواء، تيتكالما الولد بالدواء. من غير الدواء الولد بحال شي وحش عدواني ضد والديه، ضد خوتو، ضد ولاد الجيران، ضد كذا ضد كذا. نهار تيتقاضى عليه الدواء تيخرج من الدار تيهرب، بوه تيضل خدام، كيضل غير هو والام ديالو. الولد عنده 3 ديال خواتاتو، هو الصغير في خواتاتو تظلوا خدامات، كاين اللي تتقرا. هو تيغلب على الام ديالو الوقت اللي تيتقاضى عليه الدواء وتيخرج لديك الهيستيريا، داك الهيجه اللي فيه، تيغلب عليها، تيفتح الباب تيخرج، تيتلقى الوليدات الصغار، البنات ديال المدرسه، تيمشي الجارات الجيران. الدواء هو الحل. والديه تقهروه. الوالد ديالو هو المعين الوحيد لهاد الاسره هذه، يصرف على البنات ويصرف عليه هو، الدواء ديالو، الام ديالو. صعيب يبقى كل اسبوع خصو الدواء 150 درهم ولا 200 درهم ديال الدواء. بعض المرات تيسالي لي من الدواء، تيعانيو معاه واحد 3 ايام، راه حتى ما بوه يتخلص وكذا وكذا. واحد النهار تقريبا من قد 4 ديال العشيه، شنو اللي غادي يوقع؟ الزوجه ديال هذا السيد اب الولد، راجل تيخدم غير حداهم تما في نفس المدينه، تقريبا واحد المسافه ديال 5 كيلومتر ولا 6 كيلومتر. اتصلت به، الو السلام عليكم. السلام، فين كنت؟ انا خدام، جي دابا. تقطعت المكالمه. الوقت اللي قالت لي خاصك ضروري تجي دابا، تقطعت المكالمه. عاودت تتصل به، كتكتشف بان رصيد المكالمه ديالها لم يعد كافي لاجراء هذيك المكالمه. راجلها ما عاودش يتصل بها. حنا غادي نجيو لهذا الشيء هذا من بعد. السيده الوقت اللي الزوج ديالها ما قدراتش، ان ما تمكناتش من انها تهضر معاه، لبسات الجلابه ديالها ومشات عنده. هي اش كيحسب لها؟ كيحسب لها بان الزوج ديالها ما سمعهاش لما قالت لي خصك تجي دابا. هو ما عاودش اتصل بها، قالت ربما ما سمعنيش، ربما ما عندوش الصوت، ربما كذا، هو خدام في ذاك المكان،
بعيد عليه الحانوت باش غيدير روشارج قالت انا غادا نلبس الجلابه ديالي وغادا نمشي عنده. هاد الاقوال حنا تنحاولوا نحرقوا شويه المراحل، ولكن كنمشيو دقه دقه في هاد القضيه هذه. سيده لبست الجلابه ديالها وخرجات. هي مشات من واحد الطريق، راجلها جا من واحد الاتجاه. الوقت اللي هي كيحسب لها كيف قلت انا، الراجل راه ما سمعاش، هو راه سمعها. طلب شي حد خدام معاه تما، قال لي ودي وصلني ربما عندي شي كارثه في الدار، مرتي راه اتصلت بيا وانا ما عندي الصوت، وصلني. جابو وصلوا بالطوموبيل، مرتو دازت من طريق وهو جا من طريق. السيد عنده المفتاح ديال باب الدار، فتح الباب ديال الدار ودخل. شنو اللي غادي يوقع؟ شنو اللي غادي يلقى؟ هذاك صاحبو مول الطوموبيل اللي وصلوا مازال واقف تما تيتسناه. قال لي تسناني فلان، انا ندخل نشوف شنو كاين. السيد دخل. هما عندهم هذاك الوقت اللي تيفتح هو الباب ديال الدار كاين الدروج. هذوك الدروج ما عندهمش شي حيط، اي في جهه اليسار مثلا كاين الحيط ديال الدار، ولكن من جهه اليمين ما هذاك الدروج اللي تيطلع الفوق غير مسيج، ما مديرين ليه لا حيط لا حديد لا بارير لا والو. تلقى بان ولده، الولد اللي ذكرنا في هذه الحاله هذه، الولد المريض، لقاه حاط الراس ديالو على اول عتبه اول درجه في ذاك الدروج، دماء بعين المكان، الولد ميت. السيد شاف الولد ديالو في ديك الحاله، راه باينه رده الفعل ديالو. ما كاين ما اشد من ان الانسان يموت له الابن ديالو. اشد احساس واصعب احساس يحسه الانسان، ولا يحس بهذا من عاش ومن ذاق هذا الامر هذا. السيد شاف ولده في ديك الحاله، خرج يغوت بشكل هيستيري. تجمعوا بعض الجيران، حي شعبي، شنو كاين ما كاين. كلمه وديها نتوما شوفوا الولد. الناس تتلقي نظره من الباب ديال الدار، تيبان لي بان الولد مجبد تما يحاط الراس ديالو على العتبه. هذاك صاحبو اللي عنده الطوموبيل، بعض الناس قالوا لي ودي سير جيب الجدرميه. شنو وقع؟ ما وقع. السيد تيقول لي ودي انا دخلت لقيت الولد ديالي في هذه الحاله هذه. هذاك السيد مشى يجيب الجدرميه. وقت اللي جاو الناس ديال الدرك الملكي حلوا بعين المكان، بحسب محضر المعاينه تبين بان الولد طايح على الراس ديالو اي مؤخره الراس ديالو محطوطه على اول عتبه كيف قلت، والولد باقي في بلاصتو. ديما بعين المكان. حنا كنعرفوا الضربه ديال الراس شحال ديال الدم تتنزف منها، ضربه قاتله. الولد تيرتدي واحد السروال ديال الجين، والفوق لابس واحد البيل سماطي، رجليه حافي القدمين. الولد بحسب ما تيقول لي السيد، وهاد القضيه ما مذكوراش في محضر المعاينه، قال لي الولد الوجه ديالو فيه اثار ديال شي حد كان تيصفعو، تنقولوا حنا بالدارجه كان تيصرفقوه، تيضربوا الوجه ديالو. قال لك مضروب نيت حتى في العنق ديالو. قال لك وهذاك البيل السماطي ديالو لقاوه مقطع ممزق من واحد الجهه، اي بان تبين بان الولد تعرض للعنف. الناس ديال الدرك الملكي هضروا مع الاب تيقول لي سيدي هذا الولد هذا راه ولدي. قال لي ودي هاد الدواء اللي تيشرب، الولد راه مريض، ها الوراق ها كل شيء. بالفعل عطاه ما يفيد. الناس ديال الدرك الملكي شافوا بان الولد هذا تياخذ واحد النوع من الاقراص اللي تتهدأ، اقراص ما كياخذوا الا الناس اللي هما في واحد الحاله اما شي مرض نفسي ولا اكتئاب او كذا وكذا، باش كيهداو الناس هادو. واش هاد الولد عايش غير انت وياه؟ قال لك اودي لا، راه عايش انا وياه والام ديالو وخواتاتو. الام ديالو فين هي؟ قال لك اودي اتصلت بيا دابا تقريبا، وعلى اثر هذيك المكالمه جيت انا، لان الناس ديال الدرك الملكي قالوا لي ودي كيفاش اكتشفتي الجثه؟ قال لي سيدي ها السيد ها هو اللي جابني بالطوموبيل، ها هو وها بعض الجيران، وانا جاي الاقوال اللي غادي يصرحوا بها الجيران. اللي قال لك ودي فعلا هذا السيد عاد جا غير دابا، فتح الباب خرج تيغوت، صاحبو باقي واقف عند الباب. ومازال اقوال اخرى غادي يصرحوا بها الناس ديال الجيران. السيد تيقول ودي اتصلت بيا الزوجه ديالي، الو السلام عليكم، السلام بخير كذا كذا، فين كنت؟ انا في الخدمه. قالت لي جي دابا للدار، وتقطعت المكالمه. قال لي ما انا ما عنديش الصوت باش غادي نعاود نتصل بها، انا عرفت بان كاين شي كارثه هنا في الدار. قال لك ودي لي هذا الولد هذا امال فين تتصل بيا الوقت اللي تيسالي ليه الفانيد ديالو. فعلا هذه الفتره هذه راه يومين هذه او 3 ايام باش هذاك الفانيد اللي تيهدئوا ما عندوش، مازال ما تخلص، مازال ما قدرتش نشريه ليه.
قالت ربما دار شي كارثه تما. طلبت السيد جا وصلني هنايا، راني دخلت شنو لقيت فين الام ديالو. قال لك اودي ما نعرف. بعض الجيران تما قال لك اودي راه عاد خرجات. هذه تقريبا واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه خرجات. لكن الجيران تيقولوا باللي راه هاد السيده هذه هي الام ديال الضحيه قبل ما تخرج. قال لك اودي كان الصداع هنايا. قال لك الباب تيتضرب من الداخل، تيتضرب اي ولدها اي الضحيه الله يرحمه تيغوت، كان تيغوت وتيضرب في الباب. ومو وصلت واحد الوقيته تيبدا تتغوت. قال لك اودي وصلت واحد اللقطه شي عيالات تما، واحد ولد الجيران قالت لي مواجهه وليدي هبط شوف ساعه راه ولدها يمكن دار شي كارثه ولا. قال لك بقينا تندقوا عليهم. هذاك الولد قال لك اسيدي فعلا، قالت لهم يجي شد فلان ولا شوف شنو دير ليه ولا كذا. قال لك دقينا على حتى شحال ما بغى يفتح لينا الباب. قال لك والسمره داك الغوات. قال لك في واحد اللحظه الولد سكت والام ديالو سكتات تقريبا واحد 4 ولا 5 ديال الدقائق. تيقولوا بعض العيالات الولد تيقول لك انا طلعت. بعض العيالات قال لك ودي خرجت لابسه غاده اي سدات الباب وديك الجلابه ديالها ما خرجتش لابساها، خرجت وغاده وتتمشى وتتلبس فيها. ديك السيده مضغوطه مسروبه. الناس ديال الدرك الملكي هما تياخذوا في هذه الاقوال حتى وقفات السيده. جات الام ديال الولد، السلام عليكم السلام، انت الام ديال الولد؟ اييه. قال لها ولدك هذا؟ قالت لك اسيدي ولدي. بدات تتغوت وحسب ما تيقول السيد قال لي بدات بالصراخ والبكاء والعويل. ولكن شنو اللي غادي يوقع؟ حاولوا الناس ديال الدرك الملكي انهم يهدنوا هذيك السيده، ولا بد خصهم ياخذوا الاقوال ديالها. هي ما عرفاش بان الناس ديال الدرك الملكي راه خداو الاقوال اللي خداو من عند الجيران ومن عند الاب ومن عند كذا ومن عند كذا. الناس ديال الدرك الملكي قالوا له ودي هذا الولد هذا شو وقع؟ قالت لك السيدي انا ما كنتش انا في الدار، كنتي خارجه. فين كنتي؟ وقالت لك ودي انا كنت خارجه غير هنايا تندور وكذا وكذا وكذا. الجدرمين ما بغاوش يهضروا معاه في ديك اللحظه. هي قالت كلام غير الكلام اللي استقاو الناس ديال الدرك الملكي بعين المكان. هي تتقول انا عاد اكتشفت، عاد جيت لقيتكم نتوما هنا ولقيت راجلي وشفت ولدي طايح تمايا. ولكن الجدرميه ماشي ديال الهضره اللي تسمعات. ولكن مع ذلك ما بغاو يقولوا السيده حتى شي حاجه. هدناها واحد شويه وميكوا على كيف تيقولوا، لان السيده ولدها هذاك الله يحسن العوان تنقل جثه لمستودع الاموات. تخبرت النيابه العامه بالامر. هذيك السيده عطاوها شويه ديال الوقت، عاودوا رجعوها دابا تقريبا واحد المده ديال 6 سوايع بحسب ما تعاود السيد. ملي بقات تقريبا 10 ونص 11 الليل جاو عند الناس ديال الدرك الملكي للدار. قالوا لا 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 غادا تمشي معنا ناخذوا الاقوال ديالك انت وراجلك وترجعي في حالك. بالفعل السيده مشات معاهم لا بريغاد. قالوا لا 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 انت قلتي بلنا كنتي خارجه، ما عادش خرجتي تقريبا. وقالت لك جوايه تقريبا ديك الربعه هكاك خرجت. اي شحال ديال المده اللي غبتي انت على الدار؟ قالت لك تقريبا واحد ساعه. واخا. قالوا لها اتصلتي براجلك؟ قلتي لي جي للدار. قالت لك انا ما اتصلتش به. راجلها دخلوه عندها قالوا لي السيده ديالك اتصلت بك؟ قال لك ما عادش اتصلت. هو قال لك تقريبا جويه ديك 4 ونص 4 هكا. قالت لي جي للدار. قال لي جبد التليفون ديالك عطينا لابيل عطينا التاريخ ديالها نشوفو. بالفعل تلقاو بانها اتصلت به في هذيك العشيه تقريبا ما بين 4 و 5 ديال العشيه تقريبا. اتصلت به وهذا عدد الثواني محدود تقريبا شي 9 ديال الثواني، وهي اللي متصله. اي مكالمه وارده عليه هو صادره من الهاتف ديال مرته. قال له دابا انت تتكذبي علينا، تتقولي بلي ما اتصلتيش به. هو تيقول بلي راه اتصلتي به وكيعطي الدليل. عطيني التليفون ديالك. قلت له دي التليفون ديالي. وبالفعل امامها وبالخاطر ديالها، لان الناس ديال الدرك الملكي ما يمكنش يقربوا التليفون ديالك، ولكن هي قالت لهم ودي التليفون ديالي. قالوا لي فعلا هي اللي متصله. قال له انت متصله بي. قال له نقول لك واحد القضيه، انت قلتي بلي خرجتي غير تدوري وكذا وكذا، مال فاش تخرجي تخلي الولد في الدار. الراجل تيقول ما يمكنش سيدي مرتي، لان بحثوا معاه بوحدو كل واحد على حده، والبحث كان بشكل انفرادي. هو تيقول ودي الولد ديالي راه مريض، الاقوال اللي قالها بعين المكان في مسرح الجريمه
قال باللي ما يمكنش الزوجه ديالي تخرج وتخلي الولد، خاصه هو دابا في هذه الفتره ما عندوش الدواء، ما عندوش الفانيد، ما عندوش المهدئ. وهي اتصلت بيا، انا عرفت بان كاينه شي كارثه، وعلى اثر هذيك المكالمه جيت انا للدار. قالوا لا لا لا، انت ما يمكنش تخلي الولد بوحدو في الدار. والجيران تيقولوا باللي قبل ما تخرجي انت من الدار، ها اللي وقع سمعوا اصوات مرتفعه ديالك وديال الولد ديالك والولد ديالك، او انت كنتي تضربي في الباب ديال الدار، الباب ديال السفلي، وما ساكنين في السفلي. وعطاوها زادوا تيضيفوا الناس ديال الدرك الملكي المسامع ديالها. قالوا الجيران بقاو تيدقوا عليك وما فتحتيش لهم الباب. وفي واحد اللحظه شنو اللي وقع؟ انخفضت الاصوات وتقطع الحس ديالك وديال ولدك، وبعدها تقريبا واحد 4 ديال الدقائق خرجتي سديتي الباب، وحاولوا يهضروا معك بعض النساء ولكن ما تسوقتيش ليهم، وتميتي غاده وانت غاده وتتلبسي في الجلابه ديالك. راجلك انت اتصلتي به، علاش اتصلتي به؟ السيده شافت بان الناس ديال الدرك الملكي جابوا المعلومات اللي هي كيحسب ليها باللي راه غير جات تما ومازال ما عرفت بان الجدرميه اخذاو الاقوال ديال هذا وهذا وهذا. كيحسبوا بان الدار حساب ليها بان الجدرميه راه غياخذوا الاقوال ديالها هي وديال راجلها. ما عرفاش بان تخدات المعطيات وتخدات المعلومات من اي المكان، عاد جات هي السيده وهي تصرح لهم بالحقيقه بما لم يكن في الحسبان، كيف تنقول دائما. قالت لي ودي انا غادي نقول لكم اللي كاين. انا ولدي تيشرب الدواء كيف قال لكم باه، ولدي مريض، نهار تيتقضى عليه الدواء تولي في حاله عدوانيه، في حاله هيجان، ما كيعرف لا مو لا باه لا خواتاتو ولا جيران، لا ما تعرف حتى شي واحد. قلت لك ودي انا في ديك العشيه او في ديك اللحظه الولد فاق من النعاس، هجم عليها، انا باغي ناكل، انا هادي، انا باغي كذا، انا باغي كذا. قالت لك ودي عطيتو ياكل، قالت لك ما حطيت ليه الماكله كل ما ناقش، وقلب على هذيك الطابله، قلب على كل شيء. قالت لك وانا جالسه في الكوزينه وجات لعندي تما، حاطه هي داك بحسب الهضره ديالها، هي حاطه ديك الطابله فيها داك الخبز تتسنى يخمر باش غادا تدخلوا الفران، قلب ليها كل شيء. هي ناضت، هو هاجم عليه وهي هاجمه عليه، هو تيدفع فيه وهي تدفع فيه. قلت لك وصلت حتى لعند هذاك الباب ديال اللي تتخرج هي من الكوزينه، وكاين الدروج، هو تيدفع وهي تدفعو، دفعتو الولد ويطيح على الراس ديالو. قلت لك مني شفت انا ولدي طاح مات، شفت بلي بان الدم تينزف فيه، الولد ما بقاش عاود ناض. قلت لك انا اتصلت بباه. هي شنو اللي وقع؟ هي كيحسب ليها بان راجلها راه ما سمعهاش القضيه، ذكرتها وذكرها لي حتى السيد، يعني بحسب الهضره ديالها هي تتقول انا لما اتصلت براجلي كيحسب لي ما سمعنيش الوقت اللي قلت لي اجي عندي، انا مشيت عنده الخدمه ديالو وسولت عليه بعض الناس قالوا لي راجلك راه يلاه خرج. قلت لك عرفتوا بانه غيجي للدار، قلت لكم لما جيت للدار اني لقيتكم نتوما تما، وهذا الشيء اللي وقع وهذا الشيء اللي كاين بالضبط بالتفاصيل ديالها. تحرر في الحق ديال هاد السيده هذه محضر رسمي وغتقدم للعداله. وقبل من نقول الحكم اللي تحكمت به هاد السيده، بحسب ما تيقول السيد قال لي النوايا ديالها الوقت اللي شافت بان ولدها طاح مات، السيده تصرفت برزانه وتصرفت بخفه الدم، ما بقاش تغوت او كذا وكذا، كما بان عرفات هي شنو دارت، دفعت الولد مات، اتصلت براجلها باش يجي يشوف معاه شي حل. الا كانت فعلا هذه هي النوايا ديالها ونستشفوا من خلال العمل اللي دارت، الولد طاح تما مات، ما غوتات ما والو، واتصلت براجلها مني ما كيحسب لها بان راه ما سمعهاش، اضطرت انها تلبس الجلابه ديالها ومشات عنده. دونك هي كانت جيه باغا تحاول تستشار مع راجلها ويشوفوه كيفاش يديروا تما. راجلها ما فخبروش هادشي، راجلها ما كيحسبش يبين لي انا هاد الفيلم كامل نايض الوقت اللي جا شاف الولد تما طايح بدا تيغوت. واش كان يمكن الزوج ديالها لو كان عرف الحقيقه بان ولده مات تما ومرته هي اللي قتلاته، واش كان غادي يتواطأ معاها يجي تما ويبردوا القضيه ويشوفوا كيفاش يخرجوا الولد يديوه يرميوه في شي مكان؟ يمكن، ممكن، كلشي ممكن، كلشي محتمل.
وجميع الفرضيات كانت من المحتمل تطرح في هذه القضيه هذه. ولنفترض ان هذا السيد هذا الوقت اللي جا تما شاف ولده بانه ميت، وفهم اللي فهم بان مرته متصله به ببرود كتقول يجي للدار وكذا وكذا، وقال صاحبه صافي غير سير اخويا راه ما كاين والو، وجات مرته وخرجوا الولد تخلصوا من الدور ما في شي مكان، وجاو تيحطوا محضر البحث لفائده العائله بان الولد راه مريض وموالف تيخرج وكذا وكذا وكذا، وهما قالوا قال لك اودي الولد موالف تيخرج، تيهدي عليهم تيبقاو يقلبوا عليه حتى الصباح حتى تيلقاو فين تيبات الله اعلم، بات في الزنقه وكذا وكذا، ويقول لك ما لقيناش الولد، تيلقاو الناس ديال الدرك الملكي شي جوج عامده وتم بحث يا ما تبحث واش يتحل اللغز ولا ما يتحلش. ولكن هذه القضيه كان فيها قدر الله سبحانه وتعالى كما هو الشأن في جميع القضايا. الروح عزيزه عند الله. كانت هذه مسطره لحلقه اليوم السيده تقدمت العدل ان شاء الله تحكمت باربع سنوات، باربع سنوات. لربما المحكمه خذات بعين الاعتبار ان الولد عدواني، من الولد مريض، السيد هاجم على الام ديالو باغي يقتلها باغي كذا باغي، هي تتقول بحسب الهضره اللي قال لي السيد، هذه ما مذكوره شيء في المسطره، قالوا دي هي تتقول انا هو جاي داخل عندي الكوزينه وانا تندفعو، علاش؟ اي الام ديالو تدفعو تتخرجوا من الكوزينه، هو فين باغي يمشي؟ بحسب الهضره ديالها هي تتقول باغي يمشي لديك الطاجيره اللي تتكون في المطبخ، باغي السكين، باغي السكين كيف العاده موالف تيهز عليه بالسكاكين، هي تدفع فيه، هو تيدفع وهي تدفع. الولد الصحه ديالو قليله مع المرض ومع كذا مع كذا، الهشه الصحه ديالو هشه، تمكناش انها غادا وهي تدفع فيه تطاح ليها تما. يقدروا يعتبروا في حاله دفاع الشرعي. يزيد على ذلك الام ديالو هذيك ما كاينش نيه القتل، فين خدا سيدك 4 سنين عقوبه رادعه على التلاعبات ديالها وعدم الاخبار ديالها. كانت هذه مسطره لحلقات اليوم. نتمنى متابعينا الكرام ان الرساله تكون وصلت، وكانت هذه مسطره اللي حقيقه مسطره صغيره، مسطره قصيره، وحنا ذكرنا في هذا المقام انه لو الولد تمكنات الام ديالها انها تواطأ مع الاب ديالها ووقع بيناتهم واحد الديكالاج، واحد الالتباس ما بين الاب والام، وهنا فين تكشف الفعل ديال الام. اما كون الاب تو تستر والام تستر، كانت تكون مسطره طويله وفيها الوسط كبير وبحث ما تبحث. اشكركم متابعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.